ليه الذهب ليه قيمة؟ يعني لو فكرت الذهب مجرد معدن أصفر ما بيعملش أي حاجة، ليه الناس مستعدة تعمل أي حاجة تقريبا علشان. أول ميزة للذهب إنه تقريبا مستحيل تدميره في الطبيعة، ما بيصديش، ما بيتأكلش، ما بيبصش. ارميه في البحر، ادفنه في الصحراء، سيبه في التلج، بعد 20,000 سنة هترجع تلاقيه موجود. ودي ميزة رهيبة. قبليها الناس كانت بتتبادل السلعة مع بعض، تديني طماطم اديك تفاح، تديني سمك اديك لحمة. بس للأسف الحاجات دي بتبوظ وليها مواسم والحيوانات بتاكلها، يعني مش عملية. الذهب الحقيقي ما بيتزورش، يعني جرام ذهب دلوقتي زي جرام ذهب من 10,000 سنة فاتت. كل جرام ذهب طلع من الأرض موجود لغاية دلوقتي. زائد إن كشف تزويره سهل ورخيص. عندك طريقة الحجارة، طريقة التسييح، أو طريقة أرشميدس. الذهب نادر فصعب يفقد قيمته. كل اللي طلع منه يعمل مكعب 22 متر، بس مش نادر قوي، يعني ممكن تلاقيه بسهولة مقارنة بالمعادن اللي شبهه زي البلاتينيوم والبلاديوم. الذهب سهل جدا نقله وتشكيله، عايزه سبايك، كوينات، سلاسل، اخلطه بمعدن تاني وارجع طلعه من الميكس زي ما انت عايز، وده بيخليه عملة ممتازة. آخر وأهم عامل العامل النفسي. لما ناس كتيرة تتفق على إن حاجة غالية، بقية الناس بيشوفوها بنفس الطريقة. الناس كلها على مر العصور اتفقوا إن الذهب غالي وصفاته ما تتعوضش، حتى في حضارات ما قابلتش بعض، لدرجة إن الفراعنة سموه جلد الآلهة.